بمجرد ما تدخل السوشيال ميديا بتشوف أخبار الحرب متصدرة للترند، لكن في زاوية ثانية ساحات الثقافة والفن لن يخذلك فيها اليمني وحضوره النوعي رغم ظروفه الصعبة. الفنان اليمني أحمد العوادي بعد تأهله في برنامج The Voice بنسخته العربية سجل حضورا لافتا ومثل الصوت اليمني على إحدى أبرز المنصات الفنية العربية. دعونا نستمع لصوته. ولا لقاها واللي قاها ما بقى في ايدينا شيء، لكن يخف إذا رأى. لكن مشاهدينا خروجه في مرحلة نصف النهائي مثل نكسة لجمهوره واعتبروه مؤامرة، وفتح باب تساؤلات حول طبيعة المنافسة. هل هي فنية خالصة أم أن بعض القرارات تحسم في الكواليس وتوظف الجماهيرية أحيانا لأهداف تتجاوز الفن؟ الشاعر والكاتب جميل مفرح علق على هذا الخروج بقوله: اليمنيون من أكثر الشعوب تفاعلا مع هذه البرامج، ما يدفع أحيانا للإبقاء عليهم حتى المراحل الأخيرة لرفع الجماهيرية والإيرادات ثم استبعادهم بعد تحقق الغاية. على منصات التواصل الاجتماعي الكثير من التعليقات، دعونا هنا نستعرض بعضا منها. الفنان عمر ياسين يعلق بهذا القول: أحمد العوادي، قدمت مستوى عالي وكنت قد المسؤولية وكنت متوقع لك اللقب، وأنت فعلا أخذت اللقب بكل الجمهور العربي العريض اللي اكتسبته يا أحمد، أنت فنان شامل. الإعلامية مايا العبسي تقول: أحمد فنان يمني يحمل نورا إلى الآخر، يتميز بتميز منقطع النظير، والتوقف عن شيء بظلم تعرض له لا يعني نهاية بل هي خطوة نحو الاستمرارية. حساب يسمي نفسه سنو وايت تعلق بهذا القول: أحمد سعد تحيز لأشرقت، مع أنه لا مقارنة بينها وبين أحمد العوادي صاحب الصوت الأكثر من رائع. أما هناء الشامي فتعلق بهذا القول: الناس عملنها قصة حزينة على أساس أنها أول سنة يكون فيها مغالطات، أغلب السنوات يطلع المطرب الذي لا يستحق، وبناء على اعتبارات تهم القناة وأصحابها. مشاهدينا الأعزاء، ما رأيكم أنتم؟ هل ظلمت لجنة تحكيم The Voice الفنان أحمد؟